السوبر ماركت عنده اكتر من 800 فرع في 13 دولة حوالين العالم، عمل اكتر من 192 مليار دولار مبيعات في السنة اللي فاتت بس، والسهم بتاع الشركة زاد اكتر من 5000% من ساعة ما بدأوا، وبينه وبين العملاق امازون منافسة شرسة جدا. ولكن مش اي حد يقدر يشتري من السوبر ماركت ده. هنتكلم عن اغرب سوبر ماركت في العالم. Costco is a big player among big boxes. Consistency is its middle name. The lowest prices on groceries worldwide. It's not a traditional retailer. Welcome to Costco. كوستكو يعتبر سوبر ماركت غريب من نواحي كتير جدا. اولها هو التنوع الفظيع في المنتجات او الخدمات اللي هتلاقيها في مكان واحد. ممكن تلاقي جردل نوتيلا وزنه 3 كيلو ونص، او جردل 10 كيلو ماكن تشيز، وانت هناك ممكن تشتري ساونا كامله تكفي 4 افراد، او تغير كاوتش العربيه، او تجيب نظاره جديده لان هناك عندهم سيستم كامل لكل انواع النظارات والعدسات. ولو انت يعني غني حبتين فممكن تشتري من عندهم الماظ، وفي حاجات عندهم بيوصل سعرها لنص مليون دولار. ولكن موضوع الالماس ده عمل لهم مشاكل كتير قوي قبل كده. A big fight between Tiffany's and Costco. Costco's going to pay for selling Tiffany engagement rings that weren't made by Tiffany. And in addition to that $19 million payment, Costco is also barred from using the standalone word Tiffany to describe any products that aren't connected to the famous jewelry brand. احنا دلوقتي قدام كوستكو. عشان تعرف تخش جوه وعشان تعرف تشتري اصلا من كوستكو لازم يكون معاك كارت زي ده، كارت الاشتراك. انت ممكن تدخل حد معاك طالما انت معاك الكارت، لكن لا ينفع تخش لوحدك ولا ينفع تشتري لو انت مش مشترك في كوستكو. والصراحه دي كانت اول حاجه خلتني مهتم افهم اكتر عن كوستكو، فقعدت اقرا كتير وادور في اخبار قديمه واتفرج على انترفيوز، ووصل بيا الحال يا جماعه اني اقرا التقارير السنويه بتاعت كوستكو. كل ده بس كان عشان احاول افهم ازاي كوستكو قدر ينجح رغم انه بالنسبه لي كان اغرب سوبر ماركت شفته في حياتي. وعشان نفهم البيزنس موديل العجيب ده اللي بيخلي الناس تدفع فلوس عشان يسمح لهم يعملوا شوبينج عنده، Costco is a retailer that has figured out how to get its customers to pay for the privilege of shopping there. فخليني احكي لكم القصه بدات ازاي. في بدايه الخمسينات كان في واحد اسمه سول برايس، وده كان عنده خبره كويسه جدا في مجال السوبر ماركتس الكبيره، او زي ما بيسموها الوير هاوس ريتيل، وده بحكم شغله كمحامي. ساعتها اشترى هانجر طيارات قديم في سانتياغو كاليفورنيا في امريكا، وكان حابب انه يحوله لسوبر ماركت. في نفس الوقت ده وفي كاليفورنيا برضو ولكن في لوس انجلوس سمع سول برايس عن سوبر ماركت اسمه فاتكو، وده سوبر ماركت كان بالاشتراك بس، وكان مفتوح للاعضاء، وفي الحقيقه هو في الاساس كان معمول لموظفين هيئه البريد في امريكا والعائلات بتاعتهم. سول برايس عجبته الفكره جدا وفعلا تواصل مع فاتكو وطلب منهم ان هم يشاركوه، ولكنهم للاسف رفضوا. فقرر سول برايس في سنه 1953 انه يفتح فيد مارت. واخدين بالكم من الابداع في الاسامي؟ فيدكو، فيد مارت. Fed Mart believes if you give folks quality at a low price, the general store, where folks can find most everything they needed. ده مش بس كده، ده استخدم نفس البيزنس موديل بتاعهم بالظبط. Switch to Fed Mart's low price leadership. ولكن خلينا حقانيين، سول برايس ما كانش بينقل كده وخلاص. سول برايس كان عبقري في المجال ده. He certainly was the smartest man I've ever known in my life. لدرجه ان سام والتون مؤسس والمارت اللي هي اكبر ريتيلر في العالم كله حاليا كان بيقول ان هو سرق او استلف معظم افكاره من سول برايس. نرجع تاني بقى لفيد مارت واللي بقت واحده من اكبر الشركات في امريكا في السبعينات، وده اللي خلى شركه المانيه كبيره جدا تيجي تشتري فيد مارت سنه 1975. ولكن بعدها بسنه يا مؤمن الشركه الالمانيه تقرر انها تشيل سول برايس من كل المناصب الاداريه في فيد مارت. يعني الناس ما بقاش ليها امان والله. الراجل اسس الشركه راحوا ماشيينه منها. ولكن في نفس السنه العم سول يقرر يفتح برايس كلوب بنفس البيزنس موديل وبرضه في سانتياغو كاليفورنيا. The Price Club philosophy is simple and blindingly obvious. Sell the widest possible range of items at the lowest possible price in a basic, bare-bones, low-cost environment. في 1982 شركة فيد مارت اللي كانت واحدة من أقوى الشركات في أمريكا تنهار تماما تحت الإدارة الألمانية وتضطر إنها تقفل، والسوق بقى يفضى لسول برايس. ولكن يا عيني الراجل ملحقش يتهنى. في سنة 1983 جيمس سينيجل، وده راجل اشتغل في مناصب إدارية قريب جدا من سول برايس في فيد مارت وفي برايس كلوب، قرر هو وجيف بروتمان وده محامي ومستثمر ان هم يفتحوا كوستكو في واشنطن بنفس البيزنس موديل. ولكن مش ده كوستكو على حالته دلوقتي، يعني لسه في شويه تغييرات في القصه. لو فاكرين احنا لسه قايلين من شويه ان سول برايس وجيمس سينيجل يعرفوا بعض كويس جدا واشتغلوا مع بعض كتير،
وده بالظبط اللي خلاهم سنة 1993 يدمجوا الشركتين مع بعض ويخلوا شركة واحدة تحت اسم برايس كوسكو. بص بقى، نجاح فظيع والمبيعات توصل لأكتر من 15 مليار دولار في وقت قليل جدا. في 1997 يغيروا الاسم لكوسكو، وهو ده اللي احنا نعرفه دلوقتي. كل ده كلام جميل، يعني لو ما كانش جميل ما كنتش هاجي اقوله لك اكيد، ولكن انا عارف ان في سؤال بيدور في بالك دلوقتي، وهو ايه اللي يخليني ادفع فلوس كاشتراك في سوبر ماركت عشان يسمحوا لي اشتري من عندهم حاجات اقدر اجيبها من اي حته تانية؟ والصراحه ده سؤال واقعي جدا. في الاول كده خلينا نتفق ان كوسكو مميز عن اي حاجه تانية. نحن نختلف عن الاخرين خالص. ولكن عشان نفهم هو ليه مميز لازم نركز في ال6 عوامل دول: السعر والكواليتي وتجربه الشراء والمميزات اللي بياخدها الاعضاء والسمعه والثقه. طبعا كان واضح من سؤال حضرتك عن الفلوس ان حضرتك مادي شويه، وده حقك، وعشان كده هنبتدي بنقطه السعر. وفعلا كوسكو يعتبر من احسن الاماكن اللي هتلاقي فيها حاجات كويسه جدا باقل الاسعار. Offer more exciting items at a better price. لدرجه ان اتعمل دراسه على سعر 100 منتج مختلف في كوسكو وامازون، وطلع ان كوسكو ارخص في 79 من ال 100 منتج بحوالي 25%. ده غير ان كمان كان في منتجات كوسكو كان ارخص باكتر من 50%. انا بدور على مكنه حلاقه عشان المكنه بتاعتي باظت، فهنا ارخص من اي حته تانية باتليست $10 او $20. ولكن السؤال المهم دلوقتي، ازاي كوسكو قادر يبيع بالاسعار القليله دي؟ اول سبب هو الممبرشيب او العضويه، وعلى فكره حتى دي ما بيعلوش في سعرها الا كل فين وفين، يعني هي في الثمانينات كان سعر العضويه $25، بعد كل السنين دي بقى سعرها دلوقتي $60. نرجع تاني لموضوع الفلوس، وزي ما اتفقنا ان انت لازم تشترك عشان تعرف تشتري من كوسكو. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، كوسكو في 2021 كانت ضامنه بتاع $4 مليار من فلوس الاشتراكات من غير ما تبيع اي حاجه خالص. It makes its money from the fees that it charges, the membership fees. فطبعا الفلوس الكتير دي بتسمح للشركه انها تقدر تقلل في اسعار المنتجات براحتها. Make money on the membership, sell things as cheaply as possible. في كتاب كده كنت قريته من فتره اسمه The Purple Cow او البقره البنفسجيه، كان بيتكلم انك لو قدرت تعمل حاجه جامده جدا لدرجه ان الناس هي اللي تتكلم عنك، ساعتها ممكن ما تبقاش محتاج ولا دعايه ولا اعلانات. وده بالظبط اللي كوسكو بتعمله. الشركه ما بقتش تعمل اي اعلانات او دعايه، وبقت تستغل الفلوس اللي بتوفرها دي كسماحيه ليها تقدر تقلل في اسعار المنتجات. كان في دراسه حلوه قوي بتشوف لو كوسكو قررت تعمل اعلانات وتدفع نفس البرسنتج اللي بيدفعها المنافسين بتوعها على الاعلانات بتاعتهم زي والمارت وتارجت، ساعتها كوسكو كانت هتخسر لحد 75% من ارباحها السنويه. This is gonna be the most wonderful holiday ever. وهنا بقى نروح لعبقريه كوسكو، وايه الاساليب والخدع اللي بيستخدموها عشان يضحكوا عليك ويخليك تشتري اكتر واكتر. مبدئيا كده الشركه بتغير اماكن المنتجات في السوبر ماركت كل شويه، ده غير ان هم بيحطوا منتجات يمكن ما يكونش ليها علاقه ببعض في نفس المكان. Costco is not engineered for a quick shopping trip. It is exactly the opposite. وده عشان هم فاهمين انه نفسيا بيزود عند المشتري حاجه اسمها impulse buying، وده انك تدخل في محل او في سوبر ماركت وتقعد تلف وتتفرج وتلاقي في الاخر نفسك شاري حاجات كتير جدا يمكن انت اصلا مش محتاجها وما كنتش اصلا مخطط انك تشتريها من الاول. يقعد يلففك كده لحد ما تجيب كل حاجه موجوده. حاجه تانية الشركه بتعملها انها تخلي السوبر ماركت بتاعها شكله بسيط جدا جدا. Costco stores are, in every sense of the word, warehouses. There are no fancy decorations and aisles feel deliberately crowded. لان هم عارفين ان اللي داخل يشتري لما يلاقي ان المكان شكله بسيط دماغه على طول بتترجم ان طالما المكان بسيط يبقى اكيد الاسعار كلها قليله جدا. وفعلا احنا لسه قايلين من شويه ان كوسكو عندهم منتجات كتير جدا بتكون اسعارها احسن من بره، وده بيحسس الداخل يشتري من كوسكو ان في عروض، وطالما في عروض يبقى هتشتري اكتر. You walk in with maybe one or two things in mind and then you walk out with like $200 worth of stuff. That's right? true. ولو انت مش مصدقني جرب تنزل بالذات مع واحده ست في محل او سوبر ماركت يكون عنده عروض، هتبقى قايله لك داخلين نشتري لبن، هتبقوا طالعين شاريين المحل كله. نازل مع المدام؟ لا، ما تنزل، ما تعملش كده. من المميزات الجامده قوي في كوسكو انك تقدر ترجع اي حاجه بما فيهم العضويه بتاعتك في اي وقت وتاخد فلوسك كامله، لدرجه ان الانترنت مليان قصص عن ناس رجعت حاجات غريبه وخدوا فلوسها. من اكتر القصص المضحكه في موضوع الريتيرن بوليسي ده بالنسبه لي ان في حد رجع شجره كريسمس ميته بعد ما الكريسماس خلص
والمضحك اكتر ان هم رجعوا له فلوس كامله. تلاقيك دلوقتي عمال تتفرج على الفيديو وعمال تفكر ايه اللي يخلي الشركه طيب تعمل الريتيرن بوليسي الخزعبليه دي. الصراحه هم سببين، اولهم ان ده بيخلي فيه علاقه كويسه وثقه بين الشركه والاعضاء بتوعها، وتاني سبب انه بيخليك تشتري اكتر. اصل فكر فيها كده، انا دلوقتي هدخل السوبر ماركت اقعد اشتري اللي محتاجه واللي مش محتاجه، وفي دماغي عمال اقول يا عم اللي مش محتاجه هبقى ارجعه براحتي، ولكن الدراسات اثبتت ان اغلب الناس مش بترجع حاجه. مش هرجعه يعني مش هرجعه. بص بقى، كل اللي فات ده كوم، والتركايه دي بالذات كوم تاني خالص. شركه كاسكو ماشيين بمبدأ غريب قوي، وهو اخسر كتير تكسب اكتر. تكسب قليل بيع كتير تكسب اكتر. بصوا، عشان اشرح لكم المبدأ ده لازم تبقوا عارفين ان واحد من اشهر المنتجات عند كاسكو هو الفراخ المشويه. في اجماع عام ان الكواليتي والطعم والسعر بتاع الفراخ المشويه عند كاسكو ما لهمش منافس، وده حقيقي فعلا، لان الشركه نفسها اعلنت انها بتخسر في الفراخ المشويه كل سنه حوالي 40 مليون دولار. ولكن الشركه كانت فاهمه كويس قوي ان بالخدع والطرق اللي انا قلت لك عليها، مع كام منتج يسمع جامد جدا زي الفراخ المشويه. The chickens are a lure to get customers in the door. They're placed strategically at the back of every Costco, so customers might pick up other items along the way. وساعتها مش هيشتري منتج واحد، لا ده هيشتري منتجات كتير جدا، هيكون من ضمنها منتجات هو ضامن انه ليه هامش ربح كبير فيها، وساعتها يعمل ارباح عملاقه تغطي كل الخساره دي. شكلك فاهم يا نصة. نيجي بقى لتاني نقطه وهي الكواليتي، وفي النقطة دي كاسكو بتكسب مرتاحة. لو دخلت أي سوبر ماركت هتلاقي إن متوسط عدد المنتجات المختلفة بيوصل لحوالي 30,000 باختلاف البراند، باختلاف النوع، باختلاف المنتج نفسه، باختلاف حجم المنتج، وده بيسموه ال SKU أو ستوك كيبينج يونت. والتنوع الرهيب ده في المنتجات المختلفة بيخلي في النص فيه منتجات مش قد كده في الكواليتي. أما بقى في كاسكو فالمتوسط هو 4000 SKU بس، وده لأن الشركة بتحاول تنقي أحسن فاليو وأحسن كواليتي من كل منتج، وهو ده بس اللي بتعرضه. You will often go in and find that there's just one item in a category. We would hope it would be the very best item in that category and the best value that was available. غير كده كمان كاسكو عندها البراند الخاصه بيها اللي هي كيركلاند، واللي تقريبا بتعمل كل حاجه في الدنيا. البراند دي بقى الناس بتحبها جدا وبتشكر فيها وفي الكواليتي بتاعتها، ده غير ان عندها تاريخ قوي جدا مع الناس لان هي من 1995. والبراند دي مش موجوده غير عند كاسكو، واثبتت ان هي احسن من معظم المنافسين. كل حاجه ممكن تتخيلها موجوده هنا في كاسكو، غسالات، ثلاجات، حمامات، لبس، اكل. ثالث حاجه بقى بتميز كاسكو هي تجربه الشراء نفسها. زي ما قلت لكم كده، السوبر ماركت بيحط حاجات ملهاش علاقه جنب بعض، وبيغيروا اماكن الحاجات، وبيزودوا منتجات ويشيلوا منتجات. They tend to move products around. فده بيخلي الناس رايحه كاسكو مش عارفه هي هتشوف ايه. In order to keep shoppers guessing. فبتبقى زي رحله استكشاف اكتر منها مجرد شوبينج يعني، لدرجه ان في ناس بتوصف تجربه الشراء بتاعتها في كاسكو بان هي تريجر هانت او البحث عن الكنز. فتخيلوا هي قد ايه مسليه بالنسبه لهم. Costco is a big fan of using treasure hunt retail psychology to draw you in. برضو من الحاجات اللي بتخلي الناس مبسوطه لما بتروح كاسكو هو الفري سامبلز. على طول في اكل وشرب وحاجات تدوقها ببلاش، لدرجه ان كان في مقاله مكتوبه ازاي تاكل وجبه كامله من الفري سامبلز اللي موجوده في كاسكو. You can have as many as you want. They're free. واخر حاجه في النقطه دي ان هناك في فود كورت اسعاره ممتازه والناس بتشكر فيه جدا. تجربه الشراء المميزه دي واحده من اكتر الحاجات اللي مخليه كاسكو قادر يستمر وارباحه تزيد وبيعمل ارقام كويسه جدا، والاسهم بتاعته بتعلى على طول رغم وجود حاجه زي الاونلاين شوبينج. المكان اللي احنا فيه ده هو زي ثلاجه حرفيا، بيحفظوا فيها الاكل اللي ممكن يبوظ، خضار بقى، فاكهه، اللي هو ممكن سهل يبوظ بسهوله. اكبر ثلاجه ممكن تخشها في حياتك هي الثلاجه دي. نيجي بقى لعضويه كاسكو، واللي مش بس بتسمح لك انك تشتري من السوبر ماركت كده وخلاص، وده لان الشركه قدرت تستغل القوه الشرائيه الرهيبه اللي عندهم، واللي هم اكتر من 113 مليون مشترك حوالين العالم كله، وده تقريبا تعداد دوله بحجم مصر. وقدرت تاخد على حس العدد الكبير ده ديلز وخصومات قويه جدا تقريبا في كل المجالات. فدلوقتي بقينا شايفين ان كاسكو بتطلع كريدت كارد وبتعمل تأمين على البيت والعربية، وعندها موقع سياحي، وكمان عندها ابلكيشن للكتب المسموعة. Costco features hundreds of books. They even have book signings. ده غير ان عندهم بنزينة بأسعار مميزة جدا وخدمات تانية كتير، كل ده للأعضاء بس. فكل ده بيخلي المشترك في كاسكو يحس انه كسبان جدا جدا بالممبرشيب اللي هو عملها. كل اللي فات ده من سعر وكواليتي وتجربة شراء وخدمات، كل ده كويس للمشترك.
اللي هو يعني الزبون يعني. ولكن كوسكو مش بس سمعتها كويسه مع المشتركين، دي كمان سمعتها كويسه جدا مع الموظفين بتوعها. على سبيل المثال مثلا كوسكو تعتبر هي اكبر شركه في المجال ده، بتدفع مرتبات وبتدي مميزات للعمال اللي عندها، على عكس مثلا عملاق زي امازون عليه علامات استفهام كتير جدا في الطريقه اللي بيعامل بيها العمال والناس اللي عنده. Why are you spending millions trying to defeat an effort on the part of workers here who want nothing more than decent wages, decent benefits, decent وبرضه كوسكو بتحاول تحافظ دايما على الموظفين بتوعها رغم اي ازمه بتحصل، وده ظهر جدا في سنه 2008 في الازمه الاقتصاديه اللي ضربت امريكا والعالم. Our economy is facing a moment of great challenge. ونفس الكلام ده حصل في الكورونا، وكوسكو مش بس ما كانوش بيرفدوا الناس في الازمات، ده كمان كانوا بيزودوا الاجازات المدفوعه ويزودوا المرتبات عشان يدعموا الموظفين والاسر بتاعتهم. صراحه في النقطه دي بالذات انا مقتنع ان كوسكو بتعمل كده عشان هي شركه عندها مبادئ بتحافظ عليها. When the company started, you know, we always wanted to have great prices, never do it on the back of your people. ولكن ده ما يمنعش ان هو بيضمن لهم احسن عمال وموظفين موجودين في الماركت. It's just great when you have great people who stay with you and are loyal to the company. واللي في الاخر بينعكس على احسن خدمه بتروح للمشتركين، فده بيزود الارباح. The way you get happy customers is to have generally happy employees. وده يخلينا نروح لاخر نقطه بتميز كوسكو، وهو ثقه المشتركين الرهيبه في الشركه، لدرجه ان اكتر من 90% من المشتركين بيجددوا العضويه بتاعتهم كل سنه. وعلى فكره ده مش الطبيعي خالص، لانه عكس تماما اللي بيحصل مع وولمارت، اللي بالرغم من كونه اكبر ريتيلر في العالم كله الا ان دايما سمعته من سيء لاسوأ وعلى طول عنده مشاكل كتير، هو والبراند بتاعهم التاني اللي هو سامز كلوب. كل اللي احنا قلناه ده كلام كويس، ولكن هل ده معناه ان كوسكو شركه ماشيه زي الفل وما عندهاش اي مخاوف ولا مشاكل ولا تهديدات؟ اكيد الاجابه لا. واول المشاكل دي كان الكورونا فعلا خسرت كوسكو فلوس كتير جدا، بالذات في اول كام شهر. وطبعا الخساره دي كانت بسبب ان في وقت الكورونا الناس مجبره تقعد في البيت، وحتى لما تسمح للناس ان هي تنزل كان لازم يبقى فيه تباعد واعداد محدوده جوه السوبر ماركت. Check out the lines wrapped around cars in the parking lot hours before it opened. فدي بوظت تجربه الشراء ان الناس تنزل تشتري من سوبر ماركت، وده خلاهم يتجهوا للاونلاين شوبينج، وعشان كده شفنا زياده فظيعه في الارباح وفي الاسهم بتاعه امازون. Right now Costco is insane. وده بالظبط اللي هيخلينا نروح للمشكله الثانيه، وهي الاونلاين شوبينج او الاي كوميرس، اللي هو اسهل واسرع بكتير جدا. وطبعا على راس الليسته دي هو العملاق امازون. وامازون مش بس سابق في الاونلاين شوبينج، لا ده كمان ابتدى ينافس كوسكو والسوبر ماركتس اللي شبهها على ارض الواقع لما اشترى هول فودز سوبر ماركت. This is it. This is what everybody thought could happen. They will now dominate food within the next 2 years. ده غير كمان ان هو بيعمل امازون جو سوبر ماركتس اللي هي بتستخدم التكنولوجيا وما فيهاش اي بياعين. Amazon Go. No lines, no checkout. وعشان كده ناس كتير شايفين ان امازون هو اخطر تهديد على كوسكو. ولكن في نفس الوقت ده في ناس مهمة جدا في البورصة والاستثمار والفاينانس شايفين ان كوسكو هو الخطر الحقيقي اللي بيهدد امازون. اولا لان هم شايفين ان هول فودز وامازون جو واي حاجة تانية غيرهم مش قادرة تجاري النجاح والتميز بتاع كوسكو في السوبر ماركتس اللي على ارض الواقع. In terms of MVRs, mass volume retailers, Costco's #1 worldwide and will be for the foreseeable future. ده غير كمان ان كوسكو اثبت بالتجربه اكتر من مره انه قادر يتوسع ويخش بلاد ما كانش حد يتوقعها خالص. ده بالعكس الناس كانت بتراهن على فشله في البلاد دي، ولكنه بيخش وبينجح، ومش اي نجاح، ده نجاح رهيب. وعلى سبيل المثال الصين، في الافتتاح بتاع الفرع الاول بتاع كوسكو في الصين اضطروا يقفلوا بدري بسبب الاعداد المهوله اللي كانت موجوده هناك. وده ما كانش نجاح لحظي عشان الافتتاح وكده، لا ده نجاح استمر كتير جدا لدرجه ان كوسكو فتحت الفرع الثاني هناك. في نفس الوقت ده بقى كوسكو ابتدت تهتم بالاونلاين شوبينج. Can't put your head in the sand and pretend the rest of the world doesn't exist. اللي ابتدى يحقق نجاحات كويسه جدا ومستمره وفي تزايد، وعشان كده ناس كتير ابتدت تتوقع ان كوسكو هي اللي هتسحب البساط واحده واحده كده من تحت امازون. There are some things you can get at Costco that you just can't do on Amazon. ولكن في فريق ثالث خالص بقى شايف ان امازون وكوسكو الاثنين قادرين يستمروا مع بعض، ودليل الناس دي ان الاحصائيات بينت ان اغلب المشتركين في امازون مشتركين في كوسكو والعكس صحيح. الجروب الثالث ده تقريبا ما بيحبش يزعل حد، فقال لك ايه الاثنين هيستمروا ان شاء الله، ادعوا انتوا بس، ادعوا هم هيستمروا. في الاخر انا الصراحه مش عارف مين اللي هيكسب في الحرب الشرسه دي، ولكن اللي بفكر فيه بجد هل فعلا ممكن نشوف كوسكو قريب في الوطن العربي، بالذات ان احنا قوه شرائيه رهيبه يعني ما بنتوصاش.
واتمنى برضو ان الفيديو يكون عجبك وتعمل لايك وشير عشان ده بيساعدني جدا، وتكتب لي رايك في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.